ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجه كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. واخيرا بعد غياب كتير كده عن بيتي وشقتي رجعت تاني. طبعا زي ما كنت قايله لكم قبل كده، كنت تعبانه شويه انا وجوري، فكنت قاعده عند مامتي يعني كده اسبوع. مش اسبوع يعني، هما كانوا 6 ايام كده. فالمهم بقى جيت شقتي الحمد لله بالسلامة انا وجوري. وزي ما شفتوا كده معانا بقى الشنط بتاعتي واكياس بقى فيها الحاجات وكده. طبعا اول ما جيت كنت متوقعه يعني ان الشقه تبقى مبهدله وبايظه زي ما انتم شايفين كده. بس عايزه اقول لكم والله ان انا لقيتها ايه، مش بايظه قوي يعني زي ما كنت متوقعه. لقيت بس أوضة النوم هي الدفاية طبعًا هي اللي محتاجة تتغيّر خالص، لإن طبعًا جوزي كان بينام هنا، فبقى لها كتير بقى كده مفروشة طبعًا ما اتشالتش، فهو طبعًا مش هيشيلها يعني ولا يغيّرها. حتى والله جيت لقيت كل حاجة زي ما كانت موجودة، حتى التطبيقة بتاعة البطاطين بتاعة جوري زي ما كنت مطبقاها والستارة وكل حاجة. يعني هو بس كان يا دوب بينام كده ويقوم يمشي، فيعني الدنيا يعني ما كانتش إيه مبهدلة ولا مطربة زي ما كنت متوقعة. فقُلت الحمد لله يعني إن هي كده. بس طبعًا زي ما أنتم شايفين يعني إيه، شوية حاجات كده هي اللي عايزة تتضبّط فيها. فأنا قُلت واحدة، واحدة كده هابدأ إن أنا أعمل فيها. بس عايزة أقول لكم إن أنا جيت بالليل خالص، كانت الساعة 12:00 وشوية. فطبعًا مش هاعرف أعمل حاجة دلوقتي لإن الجو كان ساقع أصلًا وكده. فقُلت إيه، هاصوّر لكم بس كده ونكمّل بقى بُكرة. بُصّوا طبعًا السفرة لسه موجودة عندي، لسه ما حدش أخدها. طبعًا الغسيل طبعًا جيت لقيت كمية غسيل رهيبة. طبعًا أول حاجة شغّلت الغسالة عشان طبعًا الغسيل كتير خالص، فقُلت إيه شوية كده يشتغلوا على أمّا أصحى الصبح إيه أطلّعهم وأحط بدالهم وأنشرهم وكده. فأنا دلوقتي شغّلت بقى الغسالة زي ما أنتم شايفين كده، الغسيل برّه أهو وهنا، وكمان في السبت كان مليان غسيل. ده طبعًا غير الحاجات اللي أنا جايباها معايا، هدوم جوري وهدومي وكده. طبعًا غير لسه بقى لمّا أشيل الدفاية والملاية والحاجات دي، فغسيل كتير جدًا. فأنا قُلت إيه من بالليل كده أغسل وأسيب الغسالة تشتغل مع نفسها عشان الصبح أنشره على طول وأحط غيره. وطبعًا الستارة عندي هنا أساسًا كانت متوسخة من أول يعني من قبل ما أمشي. فطبعًا بُصّوا بقى البُقع باينة فيها خالص إزاي ومش نضيفة. فأنا قُلت بقى بالمرّة كده وأنا بقى باغسل وكده هاشيلها وهاغسلها يعني مع الغسيل، عشان تبقى نضيفة يعني وكده. عشان أنا بقى قُلت إيه، رجعت فانضّف بقى كل حاجة كده واضبّطها عشان تبقى نضيفة، لإن أنا ما باحبش يعني إن أنا أسيب حاجة عندي تكون مش نضيفة أو متوسخة. لازم أعملها على طول واخلّيها نضيفة. طبعًا دي الشنط اللي باقول لكم عليها، شنطة بقى فيها حاجتي وحاجة جوري، وأكياس بقى فيها حاجاتنا برضه. فعايزة بقى أفضّي كل الحاجات دي كده. فأنا دلوقتي بقى هاعمل إيه، هافضّي بقى الحاجات دي كلّها. الهدوم النضيفة هاشيلها في الدولاب. بس عايزة أقول لكم إن الدولاب أساسًا كان متبهدل خالص ومتكركب، فأصلًا بقى ما حدش بيرتّبه ولا بيعمله. فأنا بقى هارتّب الدولاب وأفضّي الشنط والحاجات التانية دي كلّها. والصبح بقى أكمّلها بقى بُكرة الصبح يعني. عايزة أوريكم بقى الصبح ده إسدال كده كنت جايباه من عند مامتي، هي ما كانتش عايزاه يعني، فادّيته لي. فأنا قُلت شكله حلو كده، كمان لونه عجبني أبيض كده في كحلي، شكله حلو. بس هو طبعًا مقاسه كبير خالص. الكُم أهو زي ما أنتم شايفين فيه أستك كده من تحت من عند الإسورة يعني، فحلو. وكمان الطرحة بتاعته جميلة وعليها كده إيه، برواز كده من على الحرف. بس أنا بقى هاغسله الأول برضه في شوية مَيّة عشان أشوف يعني هيكِش والّا لأ. ولو كده هابدأ بقى إن أنا أضيّقه يعني واخلّيه يعني مقاسي كده وأقصّره. بس فهو شكله حلو فعجبني، فقالوا لي برضه رأيكم إيه؟ قُلت بقى رمضان جاي ونصلّي بيه في رمضان وكده، وكل سنة وأنتم طيبين، ربنا يا رب يجعل أيامنا كلّها خير وسعادة إن شاء الله. بُصّوا بقى هنا الصبح أول حاجة صحيت كده دخلت على البلكونة، لإن أنا ما كنتش بقى دخلت فيها من أسبوع، فلقيتها بقى متكركبة وبايظة. والتربو اللي كان موجود هنا اللي هو الجزامة ده اللي كان لونه بني، بصراحة كان مطرّب خالص، خالص من الشتا بقى والتراب وكده. فأنا قُلت هاشيله لإن هو ما لهوش لازمة. ففكيته كده وحطيته هنا زي ما أنتم شايفين. وهابدأ بقى إن أنا أنضّف كده البلكونة بتاعتي كلّها وأروّقها علشان أخلّي يعني البلكونة تبقى نضيفة، بحيث لو الدنيا شتت والّا أي حاجة ما اكونش شايلة إن هَم يعني إن في حاجة برّه تبوظ وكده. بُصّوا بقى السور هنا برضه بايظ خالص ومطرّب جدًا. عايزة بقى أغسل كده البلكونة كلّها غسلة نضيفة، وامسح السور وامسح كمان الإحبال عشان أنشّر بقى. النهارده الحمد لله كانت الشمس طالعة وحلوة، فقُلت بقى أنشّر كده والحق الشمس من الصبح بدري. فهاخلّص برضه البلكونة كلّها كده وابدأ إن أنا بقى أمسحها وأسيّقها، واحط فيها بقى مَيّة كتير كده عشان تنضف. فهاخلّصها برضه كده واضبّطها واطلّع الحاجات اللي ما لهاش لازمة دي برّه. وهاخلّص وهاوريكم برضه بعد ما أخلّص إيه النظام.
بُصّوا هنا بقى كنت خلّصت وضبّطت كل حاجة ومسحت الإحبال وسيّقت بقى البلكونة وضبّطتها. بُصّوا عايزة أقول لكم إن أنا خلّيتها فُلّة، حتى الجناب بتاعتها الحيطة دي كلّها غسلتها، الحاجات اللي تحت دي مقشّرة من البوهية. وهنا برضه ضبّطتها أهي، حتى المَيّة باينة أثرها يعني على الحيطة أهي، غسلتها كلّها كده وضبّطتها، وحتى بالمرّة كده وأنا باعمل مسحت يعني البلكونة الشيش بتاعها. بُصّوا المَيّة قد إيه هنا كده مكان بقى ما كنت باكُب المَيّة من المزراب وكده، المَيّة كانت كتير خالص في الشارع. بس فهنا المهم بقى أنا خلّصت كده البلكونة وضبّطتها، وأدي الغسيل بقى اللي أنا طلّعته اللي كان من امبارح بالليل، طبعًا طلّعته وحطّيت غيره. فعلى ما أخلّص بقى هابدأ إن أنا أنشر دُولة كده عشان أخلّص بقى وأدخل كده على أوضة النوم، لإن هي بقى زي ما قُلت لكم إن هي كانت بايظة خالص زي ما أنتم شايفين كده. بعد ما صحينا بقى الشمس كانت داخلة وحلوة، فأنا قُلت بقى هاعمل إيه، هاطلّع اللحاف كده على الشباك عشان طبعًا أنا بانشر برّه، فمش هينفع أطلّعه برّه دلوقتي. فأنا هاحطه على الشباك، والشباك برضه عندي بيبقى عليه شمس، واحط الخداديتين دُولة عشان هُم نضاف يعني، واشيل بقى الملاية والدفاية وكل الحاجات دي، واخلّي السرير كده فاضي، وابدأ إن أنا أنفّضه واضبّطه عشان أغسل برضه الحاجات ديّة عشان إيه، أغيّر كده وأفرش حاجة جديدة. فأنا برضه هاضبّط الدنيا هامسح السرير بقى والدولاب والكومودينو والسراحة، والشباك برضه هاضبّطه وامسحه علشان برضه من التراب وكده، لإن كان بقى لهم برضه أسبوع أهو. أنا على طول باحب أمسح الشبابيك والحاجات دي عشان التراب. فأنا هنا شِلت الحاجات أهو زي ما قُلت لكم باورّيكم كده. بُصّوا هنا السراحة أهي هامسحها زي ما قُلت لكم واضبّطها. وهنا برضه هابدأ إن أنا أمسح الحاجات دي كلّها. أنا عايزة أقول لكم إن هو سألت جوزي يعني أنت كنت بتفتح الشباك وكده، فقال لي: "لأ." لإن هو كان طبعًا بييجي بالليل خالص الساعة 21:00 وساعات بييجي 22:00 و23:00. ف آآ معلش اعذروني أنا لسه زوري واجعني شوية بس الحمد لله. المهم يعني فقال لي: "لأ طبعًا." عشان كنا بالليل بقى فأكيد هو مش هيفتح الشباك بالليل. فأنا ما صدّقت بقى إن الشمس دخلت عندي، ففتحت بقى وشمّست الشقة كلّها وضبّطتها. بس عايزة أقول لكم إن أنا السجاد عندي مش نضيف خالص، السجاد عايز يتغسل. بُصّوا هو يبان من فوق كده إن هو نضيف، بس لمّا باقرّب لكم الكاميرا بيبان يعني إيه الوساخة والحاجات اللي هي مبقعة فيه إن هو عايز يتغسل. بس طبعًا هاغسله على العيد إن شاء الله، مش هينفع إن أنا أغسله دلوقتي واشيله عشان هياخد وقت لمّا ينشف. طبعًا الجو ساقعة وجوري طبعًا بتبقى في البيت وكده، فمش هينفع إن أنا أسيب يعني الشقة على السيراميك وكده. هنا بقى فرشت كده السرير زي ما قُلت لكم، فرشت كده ملاية وفرشت الدفاية دي، وعشان ليها خُدّادية عشان قصدي ليها مخدة. لأن الدفايات التانية اللي عندي ما لهاش مخدة كسوة مخدة، لكن دي ليها كسوة مخدة فباحب إن أنا أفرشها يعني وكده عشان تبقى متدفية السرير كله. طبعًا ضبّطت كل حاجة وضبّطت الكومودينو ومسحته والحاجات اللي كانت على التسريحة وكل حاجة، وضبّطت الأوضة كده زي ما شايفين. وضبّطت كل حاجة فيها. عايزة أقول لكم بُصّوا السقف بتاعي عامل إزاي، في فرق كبير ما بين هنا بُصّوا لون أبيض إزاي وهناك لون كده من من فوق على السطح من المَيّة اللي بتقف يعني وكده هي اللي عاملة الموضوع ده. بس فهنا المهم يعني أنا ضبّطت الأوضة وخلّصتها وكنست الأرض، ودخّلت بقى اللحاف بتاعي بعد ما شمّسته وضبّطته. عايزة أقول لكم بقى ريحة الشقة بتاعتي كده لمّا الشمس دخلت فيها، وكمان في أوضة النوم بالذات، ريحتها تحفة. أنا باحب الشمس كده تدخل عندي في الشقة على طول، خصوصًا كمان إن أنا البلكونة والشباك بيبقى عليهم شمس على طول. أول ما بالاقي بقى إن الجو حلو والشمس طالعة، على طول بافتح كده عشان الشمس تدخل عندي. طبعًا هنا الرُكنة لقيتها كانت نضيفة خالص ما كانش فيها أي حاجة، أنا يا دوب بس نفّضتها كده وضبّطت الخداديات عليها، ورُحت كانسة السجادة وفرشت الدفاية دي عليها كده عشان تحفظها، وكمان عشان تدفّي لنا الدنيا يعني. فبصراحة أوضة الرُكن كانت نضيفة يعني ما كانش فيها حاجة. بس فهنا بقى باورّيها لكم كده أهي الدنيا متضبّطة ومتروّقة، والبلالين بتاعة جوري لسه موجودة عندي طبعًا. في العيد بقى إن شاء الله نبقى نوزّعها كده على الأطفال يفرحوا بيها، عشان يعني مش عارفة أودّيها فين. فقُلت بقى فاكرة إن أنا يعني البلالين دي أطلّع كل واحدة لوحدها، ونبقى نوزّعها كده في العيد إن شاء الله على الأطفال وكده في صلاة العيد بإذن الله. بس فهنا بقى الأوضة أهي زي ما باقول لكم نضيفة ما فيهاش حاجة. طبعًا بقى هنا الصالة ضبّطتها برضه. عايزة أقول لكم إن السفرة دي عاملة لي أزمة، مش عارفة والله. المشكلة إن جوزي بييجي بالليل فمش بيلاقي حاجة إن هو يودّيها لماما وكده، هي عايزة حد يكون بالنهار، فهو مستني بقى لمّا ياخد يوم أجازة من الشغل ويودّيها، إن شاء الله يعني. أنا طبعًا المطبخ بقى أهو زي ما أنتم شايفين كان برضه نضيف ما فيهوش حاجة، لإن ما حدش برضه كان بيعمل فيه حاجة، يعني يا دوب هو على كوباية الشاي أو حاجة. بس النهارده بقى بعد ما خلّصت عملنا الغدا، عملت مكرونة وبطاطس كده سريعة، عشان ما كانش في أصلًا أي حاجة خالص في الشقة. فلسه يعني عايزة أجيب بقى شوية حاجات وخضار وكده، لإن ما كانش عندي أي حاجة خالص.
فعدينا اليوم كده بعد ما خلصت، ده بقى المواعين مكان الغدا، والحاجات كده اللي كانت عندي اللي كانت باظت بقى في التلاجة طلعتها وكبيتها وكده، فهغسلهم برضو واظبطهم كده. وهنا طبعا الحمام هوريهولكوا برضو بعد ما خلصت. بصوا نضيف خالص اهو ظبطته. وهنا طبعا الغسالة بعد ما خلصت الغسيل بقى ونشرت كل الغسيل، عايزه اقول لكم انه اخد وقت معايا كبير جدا، يعني اخد بقى من الصبح لغاية مثلا بعد العصر كده ولا حاجة، وخصوصا ان الكهرباء بتقطع كمان ساعتين فعطلتني شوية. فالمهم خلصته بقى ونشرت الغسيل كله بره، وضبطت كده الشقة وقفلتها. وعايزة اقول لكم ان احنا دلوقتي كنا بالليل اصلا، يعني انا كده خلاص خلصت. هوريكم برضو دلوقتي بره في البلكونة الهدوم. بصوا احنا بالليل ازاي كان غسيل كتير جدا. بصوا الغسيل قد ايه، وغسلت بقى الستارة والفوط وكل حاجة. بصوا هدوم قد ايه. كان الجو بقى خلاص بالليل وكده، فقلت بقى اسيبه لغاية الشمس ما تطلع عليه برضو بكرة وابقى ألمه. بس وقفلت بقى البلكونة هنا وضبطت الدنيا وضبطت الشقة كلها. وكده حسيت بقى ان انا نفسيتي ارتاحت كده ورجعت شقتي الحمد لله. ربنا ما يحرمنا منها ابدا يا رب، ويخلينا كلنا كده بيوتنا ويديم علينا نعم ربنا اللي هو بيديها لنا. عايزه اقول لكم بقى ان هنا كنا تاني يوم بقى لمّا لميت الغسيل، كنا الصبح، بس أنا حبيت يعني إن أنا أوريه لكم إن هو كتير قد إيه. بُصّوا كتير على السرير إزاي. طبعًا كنت فاتحة الدولاب هنا عشان كنت بارُص بقى الملاية وكده وباضبّطه. هنا بقى لميت الغسيل كله أهو زي ما أنتم شايفين. فكده بقى كان الروتين بتاعي معاكم النهارده يوم طويل أهو. فما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني جديد على خير، ومع السلامة.